في أمريكا الضرايب وحواراتها شوية غير عندنا، والحكاية اللي حصلت هناك طريفة شوية. سيدة راحت مصلحة الضرايب وقالت أنا عايزة خصم عشان بنتي فانيجان بتكلفني كتير. عادي يعني، بس المشكلة إن فانيجان دي كلبة جولدن ريتريفر. يا ترى إيه أصل الحكاية؟ في نيويورك المحامية أماندا رينولدز قررت تدخل في خناقة قانونية وتعتبر والأولى من نوعها. رفعت قضية رسمية ضد مصلحة الضرايب الأمريكية IRS. ليه بقى؟ عشان عايزة الحكومة تعترف بكلبتها فينيجان كمعال قانوني، يعني زيها زي الأطفال بالظبط، وليها حق في الخصومات الضريبية. أماندا بتقول للمحكمة فينيجان عندها 8 سنين، بتعتمد عليا في الأكل والشرب والسكن وحتى المواصلات والدكتور، وبصرف عليها أكتر من $5000 في السنة. ومن وجهة نظرها دي نفس الشروط اللي مصلحة الضرايب حطاها عشان توصف أي شخص إنه معال، فليه الكلبة لأ؟ المحامية شايفة إن القانون قديم وقاسي، لأنه بيعتبر الحيوانات الأليفة مجرد ممتلكات زيها زي العفش أو العربية. بس أماندا بتقول لأ، دي مش ممتلكات، دي بنتي. وبتقول كمان إن الضرايب بتدي ميزات لكلاب الخدمة، فيبقى من حق كل الكلاب المتربية في بيوت تاخد نفس الدلع الضريبي. القاضي في نيويورك لسه ما رفضش القضية، وطلب مهلة يشوف رد مصلحة الضرايب اللي أكيد هتحاول ترفض الموضوع. لو أماندا كسبت ممكن مفهوم العيلة يتغير تماماً في القوانين هناك. انت بقى لو عندك كلب أو قطة وصارف عليهم دم قلبك، تفتكر من حقك تاخد عليهم خصم ضريبي ولا المحامية دي هبت منها؟ قولوا لنا رأيكم في الكومنتات.